مع البرزنتيشن الخاصه بدكتور محمد فتحي. زي ما تم التعريف بيه في الايفنت، واكيد طبعا هو غني عن التعريف. دكتور محمد فتحي هو المستشار الاعلامي لسفاره اليابان بالقاهره. هيعرفنا عن منحه ميكست. وهو اصلا يعني انا في الاورينتيشن بتاعتي لما جيت اسافر كان هو اللي اتكلم مشكورا وعرفنا على حاجات كتيره جدا، فانا يعني متشكر لحضرته ان هو جه وشرفنا في زينيوس النهارده عشان Thank you so much, Karim-san, for this invitation. Thank you very much, Genius team. أنا هتكلم بالعربي بس هقدم بس تعريف وبعد كده هنعمل presentation بالعربي. Thank you so much for this such. طيب سجل. Yes, thank you very much, Karim-san and Genius team for such a great event at this critical time, in fact, because we are approaching the new admission cycle for the mixed scholarship. Very soon we will launch the new admission cycle. So that's really a very good event, and you are always thinking out of the box. So thank you very much for this. My name is Mohammed Fathi. I'm the media advisor, or maybe the public diplomacy advisor in the Embassy of Japan in Cairo. Today, I'm not going to talk about my experience in Japan specifically, but I will speak as a representative for the Embassy of Japan on how to apply for mixed scholarships, how to avoid rejection or maybe exclusion from the mixed scholarships. Our professors, Dr. Abdurrahman and Dr. Abdurrahim, covered in rich how to make the research proposals and how to pay much attention to the research. I also added a slide last night on how to make the research proposal, because in fact it's the most important factor in how to get accepted in this important scholarship. أنا اسمي محمد فتحي، المستشار الإعلامي في سفارة اليابان. أنا كنت ميكست سكولر، برضو كنت مبعوث في 2010، درست في منطقة روبونجي في طوكيو. حصلت على ماجستير السياسة العامة، وبعدين التحقت بسفارة اليابان في 2011، وحصلت على الدكتوراه في العلوم السياسية عام 2018 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. حاليا مسؤول عن البي ار والميديا، أو بنسميهم في مجال السفارات البابليك دبلوماسي. في البداية حابب أتكلم عن أدي باك جراوند عن الميكست سكولرشيب. هي منحة بتطلقها وزارة التعليم اليابانية، اللي هي ميكست Ministry of Education, Science and Technology, Sports Science and Technology، أو اللي بنسميها بالياباني مونبو كاجاكشو. ودي منحة قديمة أطلقت عام 1954، وهي منحة وورلد وايد، يعني كل العالم، كل الطلبة في أنحاء العالم بيقدموا فيها، وأكثر من 65,000 طالب أو نقدر نقول شخص تخرج من هذه المنحة على منذ إنشائها في عام 1954. وفي مصر حتى الآن تخرج حوالي 1160 طالب منذ إطلاقها برضو عام 1954، منهم شخصيات يعني نقدر نقول بايونير أو ناس فيجرز كبيرة في المجتمع المصري الحقيقة، زي الدكتور فاروق إسماعيل أستاذنا الكبير الرئيس الأسبق لجامعة القاهرة وجامعة الأهرام الكندية، الدكتور كمال شاروبيم المحافظ الأسبق للدقهلية، طبعا أساتذتنا العظام عبد الرحمن وعبد الرحيم سينسي، وغيرهم من اللي بيسهموا بجد في التنمية في المجتمع المصري، وبينقلوا العلوم اللي تعلموها في اليابان للمجتمع المصري. ممكن أعرض على حضراتكم إحصائية بسيطة عن الأعداد اللي قبلناها في السنين اللي فاتت. هو احنا عندنا بالظبط 2 تراكس بنقدم على ميكست من خلالهم، إما من خلال البعثات الدبلوماسية اللي هي السفارة يعني، أو من خلال الجامعات اليابانية دايركتلي. يعني احنا بنخش أونلاين ونقدم دايركتلي على الجامعة اليابانية، أو إن احنا نعمل تقديم مباشر على السفارة في الدولة عندنا في مصر. الاثنين بيؤدوا في النهاية إلى نفس النتيجة ونفس المنحة، ومفيش أي تغيير، هو بس البروسيس بيفرق شوية. لما بنقدم هنا في السفارة بنعمل الامتحانات، الانترفيوز، كل الحاجات دي في السفارة. لما بنقدم من خلال الجامعة اليابانية بنعمل كل الحاجات دي اونلاين بالايميلز او من خلال الفيديو كونفرنسز. الاعداد اللي بالازرق دي مثلا عندنا الريسيرش
اللي هم الاعداد اللي باللون الازرق اللي هم الريسيرش المرشحين من خلال الامباسي ريكومنديشن اللي بنسميهم الامباسي ريكومنديشن، واللي باللون الطوبي ده هم المرشحين من خلال الجامعات. الحقيقه دايما اللي بيبقوا من خلال الجامعه بيكونوا اكتر شويه. في ناس بتفضل التراك بتاع انها تقدم في السفاره، وناس تانية ما بتبقاش عارفه اصلا ان ممكن التقديم من خلال الجامعه فبتقدم على السفاره، وفي ناس بتبقى عارفه موضوع التقديم على الجامعه فبتقدم من خلال الجامعه. انا شخصيا سافرت منحه ميكست من خلال التقديم على الجامعه مباشره، وما رحتش السفاره غير ساعه ما بنطلع التاشيره بس. لما بنقدم من خلال اليونيفرسيتي ريكومنديشن بنتعامل توتالي مع الجامعه اليابانيه، وبعدين بيبعتوا لنا الاكسبتنس ليتر وبيروح اسمنا على القنصليه على اساس نطلع تاشيره السفر، فبنروح السفاره بس عشان نطلع تاشيره السفر ونحضر الاورينتيشن. العدد تقريبا بيتراوح بين يعني نقدر نقول سنويا من حوالي من 10 ل 40 على حسب الظروف، او من 10 ل 35 العدد الاجمالي لمنح الريسيرش. وفي منحه اخرى اللي هي منحه الاندر جراديويت، دي قدمناها في 2014، ودي لطلبه الثانويه العامه اللي هم حابين يدرسوا الكليه من بدايتها. الاندر جراديويت يعني الحقيقه دي ما بيسافرش فيها عدد كبير، 1 أو 2 كل سنه، وفي بعض الاحيان ما بيسافرش حد، لان دي برضو منحه وورلد وايد، بس يعني بياخدوا عدد معين من العالم كله. يمكن احنا في الريسيرش في مصر لينا حصه معينه من المبعوثين، لكن في الاندر جراديويت العالم كله بيقدم. يعني لو في طالب في الهند حل الامتحانات بطريقه افضل بياخدوه عن افضل من الطالب اللي في مصر. في منحه اخرى برضو مهمه جدا يمكن ما حدش بيقدم فيها في مصر خالص، اللي هي الكوليدجز اوف تكنولوجي. والكوليدجز اوف تكنولوجي دي كليات تقنيه في اليابان بتعلم الصناعه، واليابانيين كتير بيدرسوها، اللي هم بيشتغلوا في الشركات الكبرى زي تويوتا زي نيسان، شركات السيارات والحاجات دي. المنحه دي يعني اطلقناها برضو في مصر من زمان، بس للاسف ما حدش بيقدم عليها لانها بتحتاج، هي ما بتديش بكالوريوس بالظبط، بتدي حاجه اسمها الدبلوم العالي في الهندسه الصناعيه. بس دي يعني لو تعرفوا حد يكون خريج مدرسه فنيه بيعرف اللغه كويس وحابب يخش في المنحه دي، منحه جميله جدا، واللي يرجع منها اكيد هيشتغل في مصانع كويسه جوه مصر، لان هي بتعلم التكنولوجيا اليابانيه على اصولها. للاسف ما فيش خريجين، يعني ما فيش ابليكانتس كتير بيجوا يقدموا في المنحه دي، مع انها مفيده جدا. لو اتكلمنا عن البنفيتس بتاعه السكولارشيب، الالاونس بتاعها لحد السنه اللي فاتت كان حوالي 144,000 ين، اللي هو ده اللي بنسميه الستايبند او المصروف الجيب اللي بتاخده كل شهر، يعادل تقريبا $1000. ما اعرفش دلوقتي الين تقريبا 130 او 120، ما اعرفش هل الاكسشينج ريت ده مظبوط دلوقتي ولا لا، بس هو بيعادل تقريبا الافرج بتاعه $1000 الاونس، او اللي هو الستايبند المانثلي ستايبند. ده بالاضافه طبعا للاديوكيشن فيز، يعني مش بتدفع اي حاجه، مش بتتحمل اي حاجه فيز للتيويشن فيز او اي اديوكيشن فيز اخرى. ده طبعا علاوه على الترافل اكسبنسز بتوين ايجيبت اند جابان فور وان تايم، يعني بتسافر مره واحده وانت رايح لو حضرتك دكتوراه، وبترجع تاني في نهايه الفتره دي بتتغطى، اللي هي الريتيرن فلايتس. نيجي عند الاليجيبيليتي لازم تكون الناشوناليتي مصري. الزميله كانت بتسال اذا كنت انا اخذت تعليم بره مصر. ما فيش اي مشكله خالص في التعليم بره مصر، نقدر نقدم بيه، بس لازم عشان نقدم في السفاره جوه مصر لازم تكون الناشوناليتي مصري. لو حد مثلا من جنسيه تانية محتاج يرجع لبلده في السفاره بتاعته في بلده ويقدم على المنحه دي هناك. لكن التعليم ما فيش اي مشكله نقدم باي جامعه تانية طالما الجنسيه موجوده. ده طبعا بالنسبه للتقديم في السفاره. لو حضراتكم هتقدموا اونلاين على الجامعه ما فيش اي مشكله، لو حد عنده جنسيه تانية يقدر يقدم اونلاين عادي جدا بالجنسيه التانية. الشرط الثاني للحصول على المنحه ان لازم السن يكون اقل من 35 سنه، وده طبعا انا بتكلم عن الريسيرش ستودنتس، ودي انا بفترض ان حضراتكم كلكم بتدوروا على منحه الريسيرش، فانا دلوقتي هتكلم عن الريسيرش ستودنت اللي هي المنحه اللي بتأهل للحصول على درجه الماجستير او الدكتوراه، او ممكن النون جراديويت ريسيرش ستودنت اللي هو بيروح يعمل ابحاث او يشتغل في معمل في اليابان بدون ما ياخد درجه علميه. ده لازم يكون السن 35 سنه في تاريخ الوصول لليابان. يعني لو احنا هنتكلم عن المنحه الجديده اللي هي في 2024 هنكون يعني في ابريل اللي جاي يبقى عندك 34 سنه، في 1 ابريل اللي جاي لا يتجاوز سنك 34 سنه،
والشرط ده للاسف ما فيش فيه اي نيجوشيشنز، يعني طالما عديت ولو بيوم واحد. احنا طبعا عارفين اليابان يعني فيها دقه في كل حاجه، متميزه بالدقه، فما فيش خالص لو احنا 2 ابريل او احنا 35 سنه ويوم في تاريخ السفر مش هينفع نقدم على منحه للاسف يعني. وده ينطبق على الشرط ده، بينطبق على التقديم داخل مصر او التقديم يعني تقديم من السفاره او من خلال الجامعه برضه. ناس كتير بتسال عن اللغه اليابانيه، انا ما اعرفش اذا كان حضراتكم كلكم مهتمين بدراسه اللغه اليابانيه ولا في حد عايز يسافر تاني تخصصات غير اللغه اليابانيه، ولا كلكم بايو تكنولوجي؟ ممتاز. مش محتاجين اللغه. اتفضلي. لو في سيفل انجينيرنج كله موجود، هو كل التخصصات متاحه، مش بس اللغه اليابانيه، كل التخصصات متاحه للدراسه في منحه الحكومه اليابانيه ماكس. لكن زي ما قلنا السن لازم يكون 35 سنه في تاريخ السفر، والتخصصات كلها متاحه، مفيش اي مشكله، ومش محتاجين اي دليل على اللغه اليابانيه. ايفن ان احنا بنقدم امتحان لغه يابانيه لكل الناس اللي بتقدم معانا، لكن مش بنطلبه. يعني حتى لو سبت الورقه فاضيه خالص دي مش هتاثر اطلاقا على نتيجتك في القبول. لكن لو في اثناء الانترفيو انت بتتكلم ياباني كحاجه ادفانتج، دي هتبقى حاجه جميله جدا طبعا، لكن هي مش مطلوبه لان اغلب الابليكانتس مش بيكونوا بيتكلموا لغه يابانيه. مش بنحتاج برضو دليل على اجاده اللغه الانجليزيه. اوريدي احنا بنعمل امتحان جوه السفاره، لكن طبعا لو قدمت من خلال الجامعه، كل جامعه بيبقى ليها ريكوايرمنتس. غالبا بيحتاجوا السكور بتاع الايلتس بيكون 6 او التويفل الاي بي تي بيكون 79. احنا بالنسبه لنا في السفاره مش بنطلب اطلاقا اي اثبات للدليل. لو عايز تحطه مع الابلكيشن كيت مفيش اي مشكله، لكن احنا مش بنطلبه لان احنا بنعمل امتحان انجلش اوريدي جوه السفاره بيتعمل. التقديم بره من خلال الجامعه بيكون ان حضرتك بتدور على التخصص بتاعك، بتختار يونيفرسيتي معينه في اليابان، بتختار السكول لو هي مثلا سكول اوف ساينس بتشوف البايو تكنولوجي، وبعدين تبتدي تقدم على المكان في الجامعه عادي جدا كانك طالب عادي هيدفع فلوس. وبتلاقي في الاخر دايما بيعمل لك سيكشن اللي هو التشويس اوف سكولارشيب، يعني اغلب الجامعات بتبقى عامله كده. فدايما بيبقى حاطط لك سؤال would you like to apply for mixed scholarship، فبتعمل تك على البوكس ده، فهو اوريدي بيقدم لك على المنحه هناك في اليابان. فاولا بيمشي في 2 بروسيس. الاول بان انت تتقبل جوه الجامعه نفسها في اليابان، يعني طبعا مش كل الجامعات هتقبلك، ففي الاول بيقبلك في الجامعه، وبعدين بيبعت لك ليتر يقول لك هل انت عايز تكمل في المنحه، تقدم في منحه سكولارشيب اللي هي الميكست سكولارشيب. فلما بتقول له ايوه، بعدها باسبوعين 3 بيبعت لك الابلكيشن كيت، هي اللي عندنا في السفاره، اللي هي الابلكيشن فورم، الليتر اوف بريفرنسز والحاجات دي كلها بيبعتها لك، وبيطلب منك ريكومنديشن ليترز وكل طبعا ريكومنديشن ليتر غير بتاعه الجامعه. يعني هو في الجامعه في الاول بيطلب منك في certain processes للجامعه نفسها بتخلصها، وبعدين بيطلب منك بقى نفس الاوراق بس للمنحه، بقى اوراق جديده لمنحه ميكست اللي هي نفس الاوراق اللي بنطلبها في السفاره. طبعا من ضمن شروط المنحه ان لازم تكون تتمتع بصحه جيده، يعني ما يكونش حد عنده اي مشكله تعوقه من الدراسه في اليابان، يعني يكون مرض عضال يمنعه من ممارسه ان هو يدرس او يواجه التزاماته في اليابان. زي ما السنسيهات قالوا الدراسه هناك برضو محتاجه التزام ومجهود، فطبعا محتاجين نكون ان احنا بصحه جيده وعندنا القدره على الوصول لليابان في الوقت المحدد لمنحه. عاده المنحه بنطلقها في شهر ابريل، يعني في بدايه ابريل لحد نهايته بيتم الكول فور ابلكيشن. السفر بيكون في 1 ابريل السنه اللي بعدها، لان السنه الاكاديميه في اليابان غالبا بتبدا في 1 ابريل او 1 اكتوبر. الباتش الاساسيه للماكس بتسافر في 1 ابريل في السنه اللي بعدها. في بعض الناس بتحصل عندها ظروف فممكن ناجلها لاكتوبر، لكن الاغلبيه بيسافروا في ابريل من السنه اللي بعدها، وبالتالي الادميشن سايكل بتاخد تقريبا سنه كامله. السنه كامله بيتم فيها الاختيار، الشورت ليستنج، السكريننج، الحاجات دي كلها بتتم في سنه كامله. احنا شرحنا طبعا الامباسي ريكومنديشن واليونيفرسيتي ريكومنديشن. الامباسي ريكومنديشن انا حابب بس اقول، اليونيفرسيتي ريكومنديشن سوري، انا حابب اقول ان كل جامعه بيبقى ليها اوقات معينه بتعلم فيها عن
المنح بتاعتها. في بعض الجامعات بتبدا الادميشن سايكل في سبتمبر، بعضها بيبدا في اوجست، بعض الجامعات بتبدا في مارتش. فحضرتك بتخش على الجامعه اللي عملت تارجت عليها وبتبتدي تشوف الادميشن سايكل بتاعتها بتبتدي امتى وتتابع التقديم. طبعا ما ينفعش تقدم على الاثنين في نفس الوقت، لانه في النهايه يعني ما ينفعش اخد التراكين الامباسي ريكومنديشن ان انا اقدم عن طريق السفاره وعن طريق الجامعه في نفس الوقت، لان في نهايه المطاف الابلكيشن هنا والابلكيشن هناك هما الاثنين هيروحوا للميكست المونبو كاجاكشو، هيروحوا فهيتسجلوا على السيستم، فهيعرفوا ان انت مقدم على المنحتين في نفس الوقت، فهتعمل لك ريجكشن للاثنين. الا بقى اذا قدمت لحد مرحله معينه وسحبت مثلا قبل ما تعمل الانترفيو او حاجه زي كده. فيعني تيك كير من الحته دي. هنا دي الادميشن سايكل اللي هي معلنه بواسطه ميكس نفسها، هتلاقوها في الابلكيشن جايد. ودي بتبتدي الكول فور ابلكيشن بيبقى في ابريل، عاده بيبقى من اول ابريل لحد نهايه ابريل بيبقى الكول فور ابلكيشن. الفيرست سكريننج ده في حاله السفاره احنا بنعمله على مدار 7 أو 8 شهور. ده بياخد عده خطوات. اول حاجه بتقدمه على الابلكيشن بعد الاعلان عن المنحه، بعد كده بنعمل فيرست سكريننج وبنبعت لكم ايميل بالناس اللي نجحت في الفيرست سكريننج. الفيرست سكريننج ده مش بيبقى يعني بيبقى نقدر نقول بيركز اكتر على الورق وعلى الاليجيبيليتي. يعني لو واحد مثلا عنده 36 سنه اوتوماتيكالي بيتشال. لو واحد مثلا مش يعني عنده ظروف صحيه مش مناسب ان هو يسافر اليابان اوريدي بيتشال. برضو بنركز على حته الريسيرش بروبوزال، ودي اهم حاجه يا جماعه فيها. يعني القبول اساسا في المنحه بيعتمد بنسبه 90% على الريسيرش بروبوزال، الكواليتي بتاعه، الكونتريبيوشن بتاعه، هل هو هيفيد التنميه في مصر ولا لا. بيبقى في بروسيس كتير فيه هشرحها لكم بالتفصيل بعد ما نخرج من الحته البروسيجرال دي. بعد ما بنبعت لكم الفيرست سكريننج، اللي ناجحين بيخشوا بعد كده امتحان اللغه الانجليزيه واللغه اليابانيه. زي ما قلت لحضراتكم اللغه اليابانيه مش مهمه، بنخش امتحان الانجليش، وبعد كده بنعمل شورت ليست للناس اللي بتخش الانترفيو. في السفاره تقريبا يعني اللي بيخشوا الانترفيو في حدود 50 واحد. 50 واحد بيتعمل لهم شورت ليستنج اون افريج، يعني مش العدد مش ثابت في كل سنه بس بيبقى في الحدود دي. يعني العدد الكلي للمتقدمين بيبقى في حدود بيتراوح من 500 ل 600 كل سنه بالنسبه للسفاره، والعدد اللي بيسافر فعلا بيكون من 10 ل 15. فده بيوريكم قد ايه ان المنحه فيري كومبيتيتيف. فلازم تاخد بالك من كل حاجه وتركز جدا على اساس تبقى من افضل الناس اللي هي ايه او افضل المتقدمين وتبتدي تفوز بالمنحه. ما عنديش فكره بصراحه الليفل اوف كومبيتيشن في اليونيفرسيتي ريكومنديشن. هل الجامعات بره؟ لان برضو الجامعات بره بتبقى مفتوحه لكل الابليكانتس من كل انحاء العالم، فبيبقى برضو المنحه فيري كومبيتيتيف. فلازم يبقى في عنايه شديده بالذات بموضوع الريسيرش بروبوزال بتاعك او ريسيرش بلان. دي هي الاساس اللي بيتم عليه القبول بعد طبعا الورق. نركز برضو على حته ان مفيش اي اوراق ناقصه، يعني نقرا كويس الليست اوف دوكيومنتس، لان اي ورقه ناقصه برضو بيحصل لها ريجكشن او اكسكلوجن على طول، من يعني مش بتخش في الشورت ليست اللي بعدها. فنتاكد دايما ان كل الاوراق موجوده المطلوبه بالظبط وبالطريقه اللي هم عايزينها، سواء في اليونيفرسيتي او سواء في السفاره. بعد ما بنخلص الادميشن سايكل في السفاره اللي هي بتاخد في حدود 6 شهور، بنبتدي نبعت اسماءكم لميكست على طوكيو، وغالبا اللي بنقول ان هي دي الاسماء اللي ريكومندد باي ذا امباسي، وغالبا وزاره التعليم هناك مش بتعترض. قليل جدا لما بتعترض على حد بيكون مسافر عن طريق السفاره او تقول بعد ما هو اتقبل في السفاره، قليل جدا. يعني مفيش كيسز انا عاصرتها ان في حد عملنا له ريكومنديشن من السفاره ورفضته الوزاره هناك. فغالبا اللي بنقول له انت خلاص ريكومندد لمنحه ميكست في اليابان بيبقى غالبا اكسبتد، يعني بيبقى اكسبتد في المنحه. بيبقى الاعلان النهائي عن ان الفوز بالمنحه بيبقى عاده بيبقى في يناير في السنه اللي هي هتسافر فيها، لكن انت بتاخد الاختار بترشيح السفاره بالنسبه لنا احنا يعني بيبقى في سبتمبر. وانس ان خدت الاختار بتاع ترشيح السفاره غالبا
بنسبه 90 او 95% خلاص كده الحاجات الجايه بتبقى بروسيدورالز، بيبقى مبقاش فيها مشكله يعني. طبعا انا حابب اكمل النقطه دي، اساتذتنا عبد الرحمن وعبد الرحيم سنسي اتكلموا عنها. من ضمن الاوراق المهمه اللي بتطلب لكل منح الريسيرش اللي هي الريسيرش بروبوزل، والريسيرش بروبوزل ده عباره عن بلان او بروتوكول بتعمله عن البحث اللي هتسافر بيه سواء للماستر او للدكتوراه. الدراسه في اليابان وبره عموما مختلفه في مصر، يعني حته الريسيرش بره مختلف في مصر عن مختلف هناك عن مصر في حته اهميه البلان نفسها قبل ما تخش. عاده في مصر لو حد منكم التحق بدراسات عليا بيسجل عادي جدا، بيروح يعمل ادميشن عادي جدا ويدفع مصروفاته، وبعدين ياخد سنه يدرس فيها الكورس وورك، وبعد كده يبتدي يسال الدكتور انا عايز اسجل في موضوع معين ومحتاج تساعدني فيه، وبيبتدي يلف على اصحابه انت عملت ايه، ساعدني في الحته دي. فبياخد فتره بعد ما يخلص الكورس وورك عشان يقدم على السيمينار او ان هو يبتدي يسجل الرساله بتاعته. الكلام ده مش موجود في اليابان ومش موجود عاده بره في اي مكان تاني. يعني اغلب الدول بتحتاج منك او اغلب الجامعات بره بتحتاج منك عشان كشرط اساسي ان انت اصلا تخش برنامج دراسات عليا في اي حته ان يكون عندك. انا اتاخرت كده معلش لا لسه تمام. طيب لازم يكون عندي الريسيرش بروبوزل موجود وكامل. لازم الجامعه بره تكون متاكده ان عندي فيجن كامل للي انا هعمله بالظبط، لان دي فلوس بتتصرف سواء من خلال منحه او من اي حاجه، وفي نفس الوقت وقت بيضيع على البروفيسور هناك، فلازم يبقى عارف الفيزابيليتي من وجودك في الجامعه اساسا. هل انت جاي تقدم حاجه جديده ولا جاي تقضي وقت وتاخد شهاده وخلاص تفيدك انت؟ لازم تفيد ريسيرش، يعني لازم تفيد الليتريتشر، لازم تفيد البحث العلمي نفسه. الموضوع ده ينطبق يا جماعه سواء هتقدم على ميكست او على اي منحه تاني، سواء هتقدم على الداد، على التشيفنينج، على اي منحه في اي جامعه تاني. لازم طالما دخلت في موضوع الريسيرش، طالما دخلت في موضوع ماستر ودكتوراه، لازم يكون محضر موضوع البروبوزل موجود معاك ومتظبط وزي الفل وما فيهوش اي غلطه، لان في كل الجامعات هيطلب منك الموضوع ده، وفي اغلب الجامعات القبول بيكون اساسا عليه. ومش هتستغربوا لو قلت لكم يعني في ناس كتير ممكن تكون قدمت معانا في ميكست على سنوات، على مدار سنوات عديده، ومستغرب ليه كل مره الملف مش بيتقبل. هو الحقيقه ما نقدرش نقول مش بيتقبل، يعني احنا مش بنعمل ريجكشن، احنا بنعمل شورت ليستنج او يعني بنعمل فلتر لكل المتقدمين على اساس نوصل للافضل. فهو ما يعتبرش ريجكشن، لكن احنا بنختار افضل العناصر اللي موجوده من ناحيه كل حاجه، من ناحيه التقدير في السنه الدراسيه الاخيره او مرحله الاندر جراديويت او الماستر، من ناحيه الكواليتي بتاعه الريسيرش نفسه. فلازم نعتني عنايه شديده بالريسيرش بروبوزل عشان نعرف نزود فرصنا بشكل كبير للقبول في المنحه. وزي ما قلت لحضراتكم ما تستغربوش، نسبه كبيره جدا من الناس اللي ما بتعرفش تكمل بالذات في اول سكريننج بيكون بسبب ان الريسيرش بروبوزل بتاعها الكواليتي بتاعه مش عالي. فدي انا بوري لحضراتكم هنا الخطوات الاساسيه اللي احنا بنعملها في الريسيرش بروبوزل. اول حاجه بنختار توبيك. التوبيك ده يمكن اصعب المراحل بتاعه البروبوزل، لان انت عشان تختار توبيك لازم يكون ما حدش اشتغل فيه قبل كده، او لو حد اشتغل فيه قبل كده هتكمل وراه. لازم يكون التوبيك فيه جاب معينه بينه وما بين اللي موجود انت هتغطيها في البحث بتاعك. التوبيك ما يكونش جينيريك، يكون ما تتكلمش في حاجه عامه جدا، يكون حاجه اتينبل. حاجه اتينبل يعني انا لو مسافر مثلا ماستر اخد سنتين، البروفيسور بيبص هل انا هقدر اغطي التوبيك ده في السنتين ولا لا. ما اجيش اتكلم عن حاجه جينيريك تاخد لها 5-6 سنين 5 years، ما ينفعش. لازم اخد حاجه فيري سبيسيفيك على اساس اعرف اغطيها تبقى اتينبل في التايم فريم اللي انا هشتغل بيه في المنحه. فلو انا في ماستر سنتين لازم اختار توبيك كده. التوبيك لازم يكون جذاب برضو ويكون مفيد للتنميه في مصر. منحه ميكست عموما هي منحه تنمويه يعني بتستفيد منها اغلب الدول الناميه، فطبعا بيبقى في افضليه للمنح اللي هي بتشتغل على الموضوعات المهمه مثلا للساعه، زي الحاجات الاقتصاد الاخضر، زي الموضوعات البيئيه مثلا في الطب، الحاجات الخاصه بكورونا اللي هي اخيرا. يعني في موضوعات كده بتبقى باينه انها مهمه جدا للريسيرش في الفتره المعينه اللي احنا موجودين فيها.
بعد كده بعمل باك جراوند عن الريسيرش، بعمل مقدمه كده صغيره بتكلم فيه عن الريسيرش اللي اتعمل، يعني ايه مقدمه عن الموضوع نفسه. لو انا هتكلم مثلا عن كورونا انها ظهرت في سنه كذا وحصل فيها كذا، شويه انترودكشن كده صفحه او صفحتين. وبعدين بخش على الليتريتشر ريفيو. الليتريتشر ريفيو ده عباره عن ان انا بعمل سكان لكل الدراسات اللي اتعملت بعد كده. بنخش على بنوك المعرفه، عندنا بنك المعرفه بتاع مصر ده ممتاز، يعني انا على عهدي كنت بخش اعمل اشتراكات في السيفير والحاجات الاميرالد والحاجات اللي هي الجورنالز العالميه. دلوقتي بنك المعرفه المصري مجانا بيتيح الحاجات دي، فتقدر تخش تعمل سكان، تكتب التوبيك بتاعك وتنزل كل الريسيرش الموجوده وتعمل سكان للريسيرش، وبتبتدي تقرا كل ورقه وتشوف هو وصل لايه وتلخصها كده في سطرين ثلاثه وتكتب هو وصل لايه. وبعد ما تخلص السكان ده بتعمل في النهايه والله الناس دي كلها درست بلا بلا بلا، وبعدين في جاب موجوده ميسنج انا ناوي اغطيها، فبتقنع البروفيسور اللي هيروح له البحث ان في جاب فعلا، وان البحث بتاعك فيزبل، وان هو هيغطي النقطه دي بشكل مفيد، وان انت worthy to study in Japan او اي بلد ثانيه in general. بعد ما خلصنا الجاب دي او الليتريتشر ريفيو بنبتدي نحط ريسيرش كويستشنز. ايه الاسئله زي ما قال عبد الرحمن سنسي، ايه الاسئله اللي ناوي تغطيها في البحث بتاعك. اي بحث في الدنيا بيبقى فيه مشكله، والمشكله انت بتحلها من خلال بتحولها لاسئله، وبعدين تبتدي تحل الاسئله، يعني تحاول في بحثك ده تحاول تحل الاسئله دي. بعض الناس بتضيف هايبوثيسز، ده مش مهم قوي بالنسبه لنا، يعني ان هو اجابه مبدئيه عن الاسئله دي، يعني ده مش مهم بالنسبه لنا، يعتبر ثيوريتيكال شويه. يعني احنا بنركز اكتر على الاسئله نفسها، اسئله البحث. وبعد ما خلصنا الاسئله بنخش على الميثودز. الميثودز دي بقى ايه الطريقه اللي انا هحل بيها الاسئله. فالطريقه طبعا يعني المبادئ دي يا جماعه دي كلها مبادئ الريسيرش، الساينتفك ريسيرش في كل الديسيبلينز، في كل المجالات اللي موجوده. وحتى الميثودز غالبا يعني يمكن تفرق بس في حته الميثودز، يعني كل الخطوات اللي انا قلتها من 1 to 4 دي تعتبر يعني موجوده في كل التخصصات، الا الجزء الخامس ده اللي هو الميثود، ده بيختلف من علم لعلم. بتلاقي مثلا في الطب بيقول لك انا هقسم مجموعتين، لو انا عندي ميديسن معين، ميديكيشن معين، هقسم 2 جروبس، جروب اديها الميديسن ده والثانيه لا، واشوف التاثير عامل ازاي، وبعدين اعمل statistical approach. في الكيمستري مثلا بيعملوا لابوراتوري وورك عن الكيميكالز والحاجات دي. في مثلا في الاقتصاد بيعملوا econometrical approach او econometrical analysis. في علم النفس والحاجات الهيومانيتيز دايما بيختاروا السوشيال ساينس عموما بيشتغلوا بالستاتستيكال اناليسيز والSPSS والحاجات دي. فدايما في الميثودز بتكتب انا الخطوات بتاعتي هشتغل بيها من 1 2 3 4 وهكذا. وده جزء مهم برضو بيبص عليه البروفيسور في اليابان، هل انت فعلا من خلال الميثودولوجي بتاعك هتقدر توصل لحل للاسئله اللي انت طارحها ولا لا. في النهايه بعمل ريسيرش تايم لاين. الريسيرش تايم لاين ده عباره عن مربعات كده بعملها جوجل اب عليها كده، اكتب ريسيرش تايم لاين، عباره عن تيبل كده وبتعمل فيه خريطه للسنتين اللي هتقعدهم مثلا او ال3 سنين، وتبتدي تكتب على الشمال مثلا refining research proposal تظلل على 2 ويكس، more refining of research proposal 3 ويكس تاني، literature review 6 ويكس. وتبتدي تعمل كده المربعات دي، تملاها تفل المربعات دي على اساس توري برضو البروفيسور ان عندك، ان انت راجل منظم وعندك طريقه معينه هتعمل بيها البحث بتاعك بطريقه فيزابل. يعني اعملوا جوجل على كلمه ريسيرش تايم لاين، هتلاقي فيه تمبليتس منه كتيره موجوده في الايمجز والحاجات دي، فدي سهله جدا. وفي النهايه بعمل الريفرنسز، اي مرجع انا استعنت بيه بالذات في الجزئيه بتاعه الليتريتشر ريفيو لازم طبعا اكتبه، اعمل له سايتيشن في الاخر واكتبه. دي طبعا خطوات مهمه جدا لازم كلنا نلتزم بيها، ولازم لازم نعملها بطريقه منظمه وجميله. يعني احط كفر من بره لو انا مقدم على منحه الميكس مثلا، ده سبميتد تو ميكس سكولارشيب، واكتب التوبيك بتاعي واسمي وتحتها سبميتد تو ميكس سكولارشيب، وبعد كده ابتدي اعمل عنوان بقى الانترودكشن والتايتل والتيبل اوف كونتنت. كل ما كان الواحد منظم كده وشيك في الكتابه بتاعته دي بتفرق معانا جدا. في ناس بتقدم حاجات مكتوبه بخط الايد، في ناس بيقدم صفحه ونص مثلا، هو طبعا الحاجات دي مش بتتقاس بالكيلو زي ما بيقولوا، بس الليتريتشر ريفيو استحاله
لما انت تقدم لي صفحه ونص استحاله اعرف ان انت مسحت عملت سكان لكل الليتريتشر اللي موجود. يعني الليتريتشر ده بياخد كميه الحقيقه، عشان تستعرض كل الدراسات اللي موجوده دي المفروض بتاخد منك على الاقل صفحتين. في ناس بيبقى باعت لي صفحه ونص مثلا فيهم كلام كده سريع، بعرف ان هو مش جاهز ان هو يسافر، او مش جاهز، او لسه هيروح يدور هناك. محدش بيقبل حد كده في اي منحه يا جماعه. فلازم نركز في نقطه ان احنا نعمل الحاجه كده سوليد وشكلها يدي. احنا مثلا في السفاره لما بنبص على بنعرف مبدئيا كده من حيث المبدا هل الريسيرش بروبوزل ده فيكتيف ولا حاجه سوليد من حيث الشكل. الموظفين اللي هو موجودين في الانفورميشن اند كلتشر سنتر بيحجزوا الحاجات اللي هي بيبقى باينه انها مش يعني بيبقى فيه برضه سكيلز بتعرفنا ازاي نستبعد الحاجات اللي هي مش ما فيهاش يعني مش سوليد، ما فيهاش الانتجريتي، ما فيهاش القوه انها تسافر. وبعد ما نخلص المسح المبدئي بنقبل الحاجات من حيث الشكل، بنبعتها اللجنه من اساتذه الكليات. يعني اساتذه كبار في الكليات بنختارهم. التخصصات الهندسيه بنبعتها الاساتذه من كليه هندسه، لغه يابانيه بنبعتها الاساتذه في اللغه اليابانيه. بيبصوا بقى على حته تانية خالص اللي هي مش الشكل بقى، اللي هي الناحيه التكنيكال. هل البحث ده فيزيبل؟ هل في كونتريبيوشن موجود في البحث؟ هل هيضيف حاجه مش هيضيف؟ هل هو مهم مش مهم؟ هل هيساهم في التنميه في مصر مش هيساهم؟ فدول البروفيسور بيدونا سكور كده معين على كل ورقه، ونبتدي نفلتر نعمل الشورت ليست على هذا الاساس. فطبعا لما بنرحل الناس للمرحله الثانيه اللي هي الانترفيو او الامتحان الانجليزي، بناخد مثلا 100 او 150 واحد من اعلى سكورز في ريسيرش، وبعد كده اللي بيعدي منهم الامتحانات بنعمل الشورت ليست الثانيه للامتحان اللغه الانجليزيه. طبعا منحه ميكس بالنسبه لنا في السفاره حاجه مهمه جدا، ومن الاحداث المهمه اللي بنعملها كل سنه. فبنحاول ان احنا نوفر المعلومات عنها بشتى الطرق. في برزنتيشنز يمكن قبل كورونا عملتها في مناطق عديده، البرزنتيشن ده في اماكن جامعات في الاقاليم. برضو بنوفر عندنا كلكم طبعا عارفين لينا سنسي، اكيد درست لحضراتكم قبل كده. عندنا الدكتور سعيد برضو دكتور فاضل درس في طوكيو انستيتيوت اوف تكنولوجي، وبيشتغل في الجامعه الامريكيه وفي جامعه السادات. فبرضو الاثنين متوفرين. اثناء الكورونا كان بيبقى في فرصه ان هم يجوا عندنا السفاره ويردوا